السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم ومساءكم بكل خير. حميتي يبعث برسائل إلى قمة إيجاد ويكشف عن العملية السياسية في السودان وشروطها، وجريدة لندنية تكشف عن تسريبات لشروط البرهان لخطة سياسية وعسكرية شاملة. إلى تفاصيل، وقبل التفاصيل نذكر المتابعين بالصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال قائد الدعم السريع محمد حمدان داغلو في تغريدة على حسابه بمنصة إكس أنه أكد في خطابه لرؤساء دول وحكومات الإيجاد على أن أي عملية سياسية يجب أن تعترف بأهمية إنشاء وبناء جيش سوداني، وأن يكون الجيش السوداني الجديد من الجيوش المتعددة الموجودة. وملخص رسالة حميدتي في خطاب مكتوب للإيجاد: نرحب ترحيبا حارا ونقدر الدور المحوري الذي يلعبه الاتحاد الأفريقي والهيئات الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في تنسيق الجهود ووضع العملية السياسية الشاملة لإنهاء هذا الصراع المدمر في السودان. وأي عملية سياسية يجب أن ترتكز على الحفاظ على وحدة السودان، ويجب أن يكون نظام الحكم ديمقراطيا ومدنيا معززا بانتخابات نزيهة وحرة على جميع المستويات الحكومية، ويجب أن تشمل المشاركة بشكل أساسي القوى التي تصدت للقادة الأيديولوجيين للنظام البشير وطاحت بهم في مقدمتها الأحزاب السياسية والمهنيين ولجان المقاومة القوى المجتمعية والشباب والنساء. أما نص خطاب حميدتي الكامل فهو خطابا لرؤساء الدول والحكومات للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية الإيجاد المنعقدة بجمهورية جيبوتي اليوم 9 من ديسمبر 2023. فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلي رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ورؤساء الدول والضيوف الكرام، الموضوع العملية السياسية في السودان، المبادئ والقضايا والأطراف والمراحل. وفي قمة إيجاد تحاصر البرهان بخطة سياسية وعسكرية زخم إقليمي ودولي لوقف إطلاق النار. القمة تقدم الدعم لمسار منبر جدة. أصبح قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان محاصرا من جهات إقليمية ودولية بعد أن حصلت قمة إيجاد التي عقدت في جيبوتي على تأييد كبير وامتلكت تفاصيل لخارطة طريق سياسية لن يخلو الخروج منها من تلويح باللجوء إلى خيارات عسكرية إقليمية للتعامل مع الأزمة السودانية. حظيت القمة الطارئة لرؤساء الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية بمشاركة إقليمية ودولية واسعة وإيجاد مخرج سريع للحرب المستمرة في السودان منذ منتصف إبريل من بين قوات الجيش والدعم السريع. وأعلن رئيس الاتحاد الأفريقي موسى فكي أن جيبوتي تعقد اجتماعا بشأن الوضع العاجل في السودان. وحضر القمة رؤساء الدول جيبوتي، السودان وأوغندا وكينيا وإثيوبيا والصومال، وشارك فيها ممثلون للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومبعوثاء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي. وأكدت الرئاسة الكينية أن القمة تناقش الأزمة السودانية وتقديم الدعم لمسار منبر جدة. إلى هنا انتهى الخبر الرئيسي، أما الآن ننتقل بكم إلى قراءة عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة صباح اليوم الأحد 10 من ديسمبر 2023، وأهم الأخبار الاقتصادية والحوادث المنشورة هذا الصباح. خطاب البرهان أمام القمة غير العادية لرؤساء دول وحكومات الإيجاد. إعفاء وكيل الخارجية وتكليف السفير حسن علي بمهام الوكيل. عقب مشاركته في قمة إيجاد بجيبوتي البرهان يعود للبلاد. إجلاء آخر دفعة لطاقم أطباء ومهندسين الأتراك من نيالا. البرهان ينبه إلى خطر التدخلات الخارجية في الأزمة الحالية. خطاب البرهان أمام القمة غير العادية لرؤساء دول وحكومات الإيجاد. وسط مشاركة إقليمية ودولية بدء قمة طارئة الإيجاد لبحث الأزمة السودانية. طرد 3 دبلوماسيين سودانيين من الإمارات. مسيرة جماهيرية بدون دعم للقوات المسلحة ورفضا للتدخل الأجنبي الإماراتي بالبلاد. نص خطاب البرهان أمام قمة إيجاد في جيبوتي. الخارجية الإماراتية تستدعي السفير السوداني وتطلب مغادرة دبلوماسيين سودانيين من أراضيها. البرهان أولويات الحل السلمي الالتزام بإعلان جدة للمبادئ الإنسانية. القوى المشتركة في الفاشر توضح حقيقة توقف خزان جولو. ولكسل مبادرة البيجي ستفضي إلى بناء مجتمع متماسك واجتماعي. دورة تدريبية للإعلاميين بإذاعة وادي حلفا بمشاركة إقليمية ودولية بدء قمة إيجاد لمناقشة تطورات الأوضاع بالسودان. مدير جامعة النيل الأزرق يعفي عمداء ونوابهم ويعين آخرين. صندل مجموعة المؤتمر الوطني وعوانهم متمسكين بالحرب. عاصمة منزوعة السلاح 6 نقاط أساسية بخطة الحل الإفريقية لإيقاف الحرب في السودان. مقتل شخص إثر سقوط مقذوف على متجره بأم درمان. سلفا كير يبحث مع حمدوك جهود إحلال السلام في السودان.
مواجهات بين قوات النضرة وقوات الحلو بمنطقة التكمة شرق الدلنجة جنوب كردفان. سليمان صندل مجموعة المؤتمر الوطني متمسكة بالحرب. مبعوث أمريكي يشارك في قمة إيجاد الطارئة بشأن السودان. الوضع بمنطقة بنديسي ولاية غرب دارفور. خالد سيليك يحذر من أسوأ سيناريو قد يواجه السودان في ظل استمرار الحرب. الدعم السريع يقتحم مناطق في ولايتي نهر النيل والقضارف. طلب سوداني للأمم المتحدة بالتدخل لإنهاء الحرب. مدير إدارة الشباب بالدمازين يشرف قرعة دورة فقداء حي الشاطئ. فيصل صالح: البرهان إذا جاء لجيبوتي للتبضع فسينكشف الأمر. تقدم تجري اتصالات مكثفة مع أصدقاء السودان للضغط على طرفي الحرب للعودة للمفاوضات. السيناتور بن كاردن يطالب الإدارة الأمريكية بتعيين مبعوث خاص ورفيع المستوى للسودان. البرهان يغادر إلى جيبوتي للمشاركة في قمة إيجاد. قمة في جيبوتي لبحث أزمة السودان واقتراح عاصمة منزوعة السلاح. الهيئة الشبابية بالنيل الأبيض تنفذ مبادرة كوب شاي للمرابطين بالارتكازات. حضور دولي لافت في قمة إيجاد الطارئة بجيبوتي حول الأزمة السودانية. حمدوك يناقش مع سلفاكير إيجاد تسوية سلمية للأزمة السودانية. رئيس مجلس السيادة يتوجه إلى جيبوتي للمشاركة في قمة إيجاد. فوز السودان بمقعد الشرق الأوسط بلجنة حماية المستهلك الدولية. الناطق باسم الجيش: القوات المسلحة جيش وطني عريق ذو عقيدة عسكرية راسخة. اليوم قمة استثنائية لإيجاد تبحث إنهاء الحرب بين الجيش والدعم السريع. حمدوك يعلن تحركات للضغط على الجيش وقوات الدعم السريع. الطيران يقصف مخازن أسلحة بأم درمان. سيناتور أمريكي يطلب تعيين مبعوث خاص رفيع المستوى للسودان. ضبط متهم من معتدي الإجرام وأخ واحد نزلاء السجون الهاربين بالجزيرة. غابات ولاية سنار تنتج 100,000 قنطار صمغ هذا الموسم. عودة ظهور الطائرة الرئاسية السودانية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي. مصادر تكشف عن خروج المحطة الأساسية للكهرباء في الخرطوم. الدكتور هيثم: نسعى لتطوير الخدمات الصحية بكل ولايات السودان. محلية الأيادير النبي تبحث سير العمل في محطات ومراكز المياه. وزير الصحة بسنار يخاطب ورشة المعالجة القياسية لأمراض الطفولة. جريدة لندنية: السودانيين يكتوون بنيران الأسعار غلاء لا يطاق. مفوض العون الإنساني بسنار يشيد بمجتمع الدندر في إيواء النازحين. المشروع الإسعافي للقمح بالنيل الأبيض يستهدف 19,771 من صغار المزارعين. مالية النيل الأبيض تقدم تسهيلات للمستثمرين في الصناعات التحويلية. استمرار اعتصام عمال السكة حديد في بورسودان. شركة طيران السودانية تضيف طائرة جديدة إلى اسطولها. وكالة تعلن تخفيضات تأشيرات الإمارات وأسعار تذاكر رحلات طيران بدري للطيران. بيان جديد للجنة المعلمين السودانيين حول فتح المدارس والمرتبات. توقف كل ل3,000 منظمة إنسانية فاعلة في السودان. انتخاب السودان عضوا بمجلس المنظمة العالمية للمستهلك. تعرض منشآت الصندوق القومي لرعاية الطلاب بالخرطوم والولايات للتدمير. نهاية جولة اليوم. دمتم بخير وفي أمان الله، وشكرا لكم على المتابعة.